حكايات، مواقف، طرائف، صراعات وإشاعات وحاجات تانية كتير بتحصل خلف الكواليس ما بنشوفش منها في الآخر غير اللي بيظهر لينا قدام الكاميرا. كواليس مع لبنى فوزي على راديو كامل، محطة على المحطة. يا مساء الخير والجمال على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على راديو كامل، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم كواليس. كتبت ليكم كواليس النهاردة مروة رفعت، وهحكيها لكم لبنى فوزي. النهاردة كواليس عن قصة من أشهر قصص الحب اللي جمعت بين نجوم السينما المصرية، قصة الحب الشهيرة بين الفنانة سامية جمال والفنان فريد الأطرش. من المعروف طبعا إن فريد الأطرش شامي الأصل، ونسبه طبعا بيرجع لأحد العائلات العريقة في سوريا، واضطرته الظروف هو وأسرته إنهم يسيبوا بلادهم ويجوا يستقروا في مصر. لما جه بقى فريد مصر قدر يحقق نجاح كبير جدا جدا، وبقت ليه شهرة ونجومية واسعة، ونتيجة ده طبعا بقى ليه معجبات وقصص حب كتيرة. بس كل الفنانين في الوقت ده أجمعوا إن سامية جمال كانت حبه الأول. كازينو بديعة. كازينو بديعة كان المكان اللي اتولدت فيه أول دقة حب بين فريد وسامية، فكانت سامية جمال قاعدة وماسكة في إيديها مجلة الكواكب اللي منشور فيها صورة فريد، ومن وقت للتاني تبص فيها بنظرات حب وإعجاب. وكان قاعد معاها الموسيقي أحمد الشريف اللي سألها صورة مين دي؟ قبل بقى ما ترد سامية جمال كان فريد من وراها بيقول دي صورتي أنا، لأنه طبعا كان هو كمان متابعها ومركز معاها. وقتها كان فريد مرتبط بقصة حب مع بنت زواد زي ما كانوا بيقولوا في الوقت ده عليهم، وفي يوم قرر يعزمها في الكازينو اللي كانت سامية جمال بترقص فيه. وبالطبع أول ما شافته سامية جمال فرحت جدا جدا وبان عليها حبها ليه. ولحظة البنت حب سامية جمال لفريد الأطرش قامت طالعة على المسرح اللي بترقص عليه سامية جمال وضربتها بالقلم. اندهش طبعا كل الناس وقتها، وجريت سامية على الكواليس وهي بتعيط. قام فريد رد القلم عشان تبدأ قصة الحب اللي استمرت سنين بعد كده بينهم. في سنة 46 عمل فريد الأطرش شركته الأولى، وأول فيلم أنتجه كان فيلم حبيب العمر اللي كانت طبعا بطلته سامية جمال، ونجح الفيلم جدا جدا، وكانت الإذاعة بتذيع أغاني الفيلم الصبح وبالليل، وكونوا هما الاتنين ثنائي هايل سيطر طبعا على قلوب كل الناس لحد دلوقتي. فأنتج فريد بعدها عدد من الاستعراضات شاركته بطولتها سامية جمال، زي أحبك أنت، عفريتة هانم، ما تقولش لحد، وآخر كدبة. ورغم نجاحهم الفني الكبير مع بعض إلا أنهم ما نجحوش في الحفاظ على قصة الحب دي، وانتهت علاقة الأمير بالفلاحة زي ما قالوا عليها زمان، لأن فريد كان شايف أن الجواز هيعطلوا عن مسيرته الفنية. استنونا في كواليس تانية كنا مستخبيين هناك عشان نشوف ونسمع ونحكي لكم عن زمن الفن الجميل وكواليسه العظيمة. كنتم مع كواليس مع لبنى فوزي على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، راديو كامل، راديو كامل، محطة على المحطة.